ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده صينية بسبوسة مرملة كده وجميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل الشربات. عملنا كده صينية البسبوسة بتاعتنا بطريقة جميلة جدا. دي كده صينية بسبوسة كده حجم عائلي. كانت صينية كبيرة، انا كنت عاملة كيسين في صينية واحدة. شايفين بقى شكل البسبوسة بتاعتنا جميلة جدا جدا ازاي. حاجة كده جميلة ومرملة وطعم بقى وريحة وشكل ولون وكل حاجة. عملنا كده البسبوسة باللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وسقناها بالشربات بتاعنا. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا جدا، مفيش ابسط منها، ومش هتاخد في ايدك اكتر من 10 دقايق. هتحضري صينية البسبوسة في 10 دقايق، وهنحطها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180 كده لمدة حوالي ساعة الا ربع. وهنطلع احلى صينية بسبوسة هتاكليها ان شاء الله باذن الله. لو عملتوا الطريقة بتاعتي ديت هتدعولي، والطريقة بجد جد جميلة جدا جدا. انا بعتذر بقى لو في اي صوت يا حبايبي في الفيديو، والله غصب عني. معانا بقى كده اول حاجة هنعملها الشربات بتاعنا. ده كده شربات يا حبايبي لصينيتين. معانا 3 كوبايات سكر، عليهم 4 كوبايات مية. لو هتعملي صينية واحدة هيبقى كوباية ونص سكر على كوبايتين مية. انا كده هعمل كيسين بسبوسة. حطينا 3 كوبايات سكر عليهم 4 كوبايات مية. هنقلبهم لحد السكر ما يدوب خالص، وهننزل عليهم بعصرة ليمونة. هنحطهم يغلى على النار لمدة 10 دقايق. هنظبط كده على النار لمدة 10 دقايق عشان البسبوسة يا حبايبي الشربات بتاعها بيكون خفيف مش تقيل. هنقلب كده، هندوب السكر خالص علشان السكر ما يكرملش معاكي. لو ما دوبتهوش قبل ما تحطيه على النار السكر هيسكر كده، من الشربات هيسكر معاكي ومش هيبقى حلو. احنا هندوب السكر خالص، وهننزل بعصرة الليمونة. وبمجرد ما يغلي على النار 10 دقايق هننزل بكيسين فانيليا، وهنطفي عليهم في الكيسين الفانيليا دول اخر حاجة. يلا بقى نخش على مقادير البسبوسة الجميلة بتاعتنا كده. معانا كيسين بسبوسة، معانا كوباية سمنة، معانا كيس بيكنج باودر، معانا جوز الهند، ومعانا علبتين زبادي. طريقتنا سهلة جدا جدا. انا هاخد السمنة كده هسيحها الاول. حطيت كده، فضيت الكيسين البسبوسة في بولة. ده كده شكل البسبوسه. تقدري تشيلي الاكياس وتحطي بسبوسه سايبه عادي. معانا جوز الهند، انا حطيت عليها جوز الهند بس. تقدري تحطي عليها سوداني، تحطي عليها اي حاجه انت حباها، زبيب، اي حاجه، بس انا بحبها بجوز الهند بس. سيحنا كده السمنه هننزل بيها، وهنشيل حوالي معلقتين كده ندهن بيهم الصينيه بتاعتنا. هنبس بقى كده السمنه الاول البسبوسه الاول بالسمنه لحد ما البسبوسه بتاعتنا تبقى في ايدك عامله زي الرمل بالظبط. هتحسي ان البسبوسه كده في ايدك زي الرمل. بصوا يا حبايبي، هي البسبوسه مش بتحب عجين. احنا كده الاول هنخلط السمنه مع البسبوسه وهنخليها زي الرمل كده. انا هوريكي دلوقتي شكلها. بصوا بقى، تحسي ان هي اتحولت لرمله. شايفين؟ شايفين الشكل؟ هننزل بقى كده عليها بكوبايتين الزبادي، وهنعاير بكوبايه من الزبادي كوبايه ميه. ولو متواجد عندك لبن هيبقى افضل، بس انا ما كانش متواجد عندي لبن بصراحة. تقدري تشيلي كوباية المية وتحطي كوباية لبن، هتبقى اطعم كمان. ننزل كده بالكيس البيكنج باودر كله، ولو هتعملي كيس واحد هننزل بنص الكيس بس. الكيس ده معلقتين كبار، هناخد منه معلقة واحدة. انا ماشيه معاكي واحدة واحدة عشان لو هتعملي كيس واحد او هتعملي كيسين. هننزل بقى بعلبتين الزبادي البلدي بتوعنا. ويفضل يا حبايبي لو مش متواجد عندك زبادي بلدي يبقى اي نوع، بس يفضل البلدي ده بيبقى جميل جدا جدا في البسبوسة. وبنفس العلبة بتاعت الزبادي هنملاها مية وننزل عليها. احنا مش هنعجن يا حبايبي، احنا هنبس بقى كده في الطريقة ديت. مش هنعجن خالص، لان البسبوسة زي ما قلتلك مش بتحب العجين. هنقلبها بس كده لحد المكونات كلها ما تندمج مع بعضها. بصوا كده، انا بجيب من فوق لتحت او من تحت لفوق، مش بعجن خالص. انا بلمها بس كده علشان المكونات السايله تتجانس مع البسبوسه بالسمنه اللي احنا عملناها.
هنقلب كده تقليب خفيف بس كده. هي مش هتاخد مننا دقيقتين. بتبسيها بالسمنة الاول كويس جدا وتغلفي كل حبيبات البسبوسة بالسمنة. بعد كده بقى بنحط المكونات السائلة بتاعتنا وبنشيل شوية جوز الهند عشان نرشهم كده على الوش ونسوي بيهم الوش بتاعنا. معانا كده بقى كده الصينية دي كبيرة بمقدار صينيتين. هندهن بقى كده بالفرشة الصينية كلها بالجناب. البسبوسة يا حبايب قلبي مش بتتبطن دقيق. لو بنعمل كيكة بنبطن الصينية دقيق، انما بنعمل بسبوسة مش بنبطنها دقيق. وهندهن بقى كل الصينية كده بسمنة، مش هنسيب فيها حتة مش مدهونة عشان البسبوسة بتاعتنا ما تلزقش. شايفين الجمال؟ والبسبوسة طبعا بتبقى يعني متماسكة شوية عن عجينة الكيكة، بس انا مش عاوزاها متماسكة جدا. هنزل بقى كده بالبسبوسة. شايفين البسبوسة بتاعتي نازلة سهلة ازاي؟ بعد كده بقى هسوي الصينية وهخبطها خبطتين كده عشان الصينية تتساوى كلها زي بعضها. انا هفرد بقى كده كيسين البسبوسة في الصينية، ولازم تسويها كلها في سوا واحد، ما تخليش جنب عالي وجنب واطي، لازم تبقى كلها كده سمك واحد. انتي بقى كده بنظرك سوي صينية البسبوسة. بعد كده بقى شوية الجوز الهند هنرشهم على الوش، هما دول اللي هيخلوا الوش بتاعنا سهل كده انك تسويه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الجمدان؟ حاجة كده جميلة جدا وطريقتنا سهلة خالص. حطينا بقى كده جوز الهند رشناها على الوش اهو، وهنبطط عليها تبطيطة خفيفة كده بصوابعنا علشان تتماسك مع البسبوسة بتاعتنا. وزي ما قلتلك في اول الفيديو تقدري تحطي اي مكسرات انت حباها. انا بسويها تسوية خفيفة جدا كده بايديا كده بالراحة. بعد كده بقى هخبط الصينية خبطتين تلاتة زي ما انتوا شايفين كده. الخبطات دي بتخلي الصينية تتساوى وجوز الهند تتماسك في البسبوسة. بعد كده انا كنت مولعة الفرن وانا بعجن البسبوسة على درجة حرارة 180. هندخلها لمدة ساعة الا ربع، وهتطلع بقى بالجمال ده كده. وده كده الشربات يا حبايب قلبي اللي عملناه مع بعض في اول الفيديو. انا بوريكم شكل الشربات اهو. بصوا الشربات بتاعنا خفيف خالص، الشربات دافي مش بارد. انا بعمل الشربات وانا بعجن البسبوسة بيكون الشربات على النار. بمجرد ما بعجن البسبوسة بتاعتنا بطفي عليه، وبعد كده على ما البسبوسة بتستوي بيبقى الشربات بتاعنا لسه دافي. ولو في الشتاء يا حبايب قلبي انا ما بعملش الشربات غير بعد ما بحط البسبوسة في فرن البوتاجاز او في الفرن العادي بتاعنا بعمل الشربات. لو في الصيف بعمل الشربات وانا بعجن البسبوسة على طول. عشان ايه؟ طبعا عارفين ان في الشتاء بيبرد اسرع من الصيف. انا بقول لكم كل التكات اهوت واحده واحده عشان بقى نحصل على بسبوسه كده مرمله وجميله جدا جدا. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس